السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. شكرا على التفاعل ديالكم على القناه، شكرا على التعليقات الزوينه اللي كتخليو ليا على الفيديوهات اللي كنقدم لكم في سلسله الوصفات الخاصه بالعنايه بالشعر. اليوم نقدم لكم وصفه رائعه لتطويل الشعر ولتكثيف الشعر. بزاف منا كيعاني من مشكل ديال تساقط الشعر، ايضا بزاف من النساء كتقول لك بلي شعري ما كيطولش وكيبقى في واحد الحد صافي، كتكون قطعتيه عام ولا عامين او اكثر وما كيطواش. اليوم نجيب لكم واحد الوصفه اللي غنقدمها لكم اللي كتطول الشعر وكتقوي الشعر. هاد الوصفه زوينه بزاف والمكونات ديالها فقط بسيطه. كنحتاجوا الفلفل، سواء الفلفل الاحمر او الفلفل الاخضر، اهم شيء هو الفلفل الحلو. وكنحتاجوا زيت الزيتون، كنا نعرف ان زيت الزيتون مفيد في تقويه الشعر. ونحتاج الى الثوم، ايضا فوائد معروفه في تقويه الشعر. ايضا الى قنينه زجاجيه. طريقه تحضير هذه الوصفه جد سهل. اول حاجه كيف ما قلت لكم كناخذوا الفلفله كنزولوا ليها هذا الراس ديالها وكنقطعوها كما بغينا، يا اما بشكل طولي او انا نقطعها على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا. غنقطعوها وغادي نديروها في هذه القنينه ديال الزاج. بطبيعه الحال استعملوا اي كميه شحال ما بغيتو. غنخشيو هاد الفلفله كما كتلاحظوا معايا هنا في القنينه ديال الزاج. وغادي ناخذوا هاد الثوم حتى هو غادي نقشروه ولكن ما غاديش نقطعوه. انا نوريكم شنو غادي نديروا له. بالنسبه للثوم كنقشروه، نحيدوا له القشره ديالو، ما نغسلوه ما والو، غير نقشروه وناخذوا واحد الكاس ونضغطوا عليه على هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا هنايا. بعد ما كنضغطوا عليه فكتحل معنا البوت ديال الثوم على هذا الشكل. وغادي نضيفو في القرعه ديالي. غادي نكمل هاد 3 البات ديال الثوم اللي استعملت. بعد ما كتلاحظوا معايا انني وضعت الفلفله وضعت الثوم، هرستو فقط بالكاس ووضعته في القنينه. غنضيف له الان زيت الزيتون على هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا. فانا ضفت زيت الزيتون في القنينه. غادي نغلق هذه القنينه ديالي وغادي نخليها في مكان تكون فيه ظلمه، مكان يكون مظلم، ونوضعوا فيه هذه القنينه لمده اسبوعين. عاد من بعد اسبوعين كناخذوا هذا الزيت اللي في القنينه وكنفركوا به فروه الراس جيدا والشعر ديالنا قبل الذهاب للحمام او قبل غسل الشعر بساعتين او 3 ساعات. كلما كانت مده استعمال الزيت على الراس طويله كلما كان يعني نتائج جيدة، وستحصلون على نتائج رائعة بعد مرور 3 أو 4 أشهر والمداومة على هذه الوصفة. أتمنى أن تعجبكم هذه الوصفة. لا تنسوا الاشتراك في القناة ولا تنسوا جيم للفيديو وبارطاج للوصفة إذا أعجبكم الفيديو. لا تنسوا بالاطلاع على وصفاتي على موقع chefmariam.com، أيضا موقع shewati.com. شكرا على التتبع ديالكم، شكرا على الوفاء ديالكم. إذا عجبتكم الوصفة وبغيتوني نزيد وصفات الخاصة بالشعر ما عليكم فقط ديروا جيم لا فيديو، تبارطاجيو لا فيديو. الى فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم.